الاتفاقية 9 أكتوبر بين الحكومة سيد الكاظمي والحكومة إقليم كردستان، وهي اتفاقية يعني ورقية وليس واقعية، لأن الذي ضحى بدمه تحرر الدم، تحرر الأرض والمسك الأرض. الاتفاقية يعني غير واقعية في مضمونها. نحن أصحاب الأرض، التطبيع لمن تكون؟ لقوة كانت تنظر مكتوف والأيدي على التحرير، يأتي يمسك الأرض ونحن ضحينا نطلع خارج الأرض. نحن كعامة جميع مكونات سهل نستنكر كل اتفاقيات الذي يعمل على زعزعة الأمن في المنطقة. السنجار وهي منطقة يدور حولها الأتراك، الحزب العمال ضد الأقلية اليزيدية بحجة محاربة الحزب العمال. الأتراك لهم مطامع في العراق، أما جغرافيا أما تاريخيا أما اقتصاديا، فالسنجار يكون منطقة حساسة لهم. فمن هذا المبدأ السنجار يكون غير منطقة آمنة إذا تدخلت القوى الأمنية غير عراقية. حقيقة احنا كمواطنين في محافظة نينوى لنا علاقات ويا أهل السنجار ووجهاء ومثقفين المنطقة. حقيقة اليوم السنجاريين العوائل السنجار محتاج إلى خدمات أساسية وبسيطة، منها الشوارع والمستشفيات والماء والمجاري. حقيقة اليوم المواطن بحاجة إلى هذه الخدمات، ما محتاجة ولا تدخلات سياسية وتطبيع ما شابه تطبيع. اليوم مواطن يحتاج برود القاع، يعني يريد يعيش، يريد خدمات بسيطة، ما بحاجة إلى تدخلات سياسية. حقيقة هذا ما من مصلحة المواطن السنجاري، ودائما نطالب من الحكومة المركزية أن يأخذ قراراته بعد ما يراجع المواطن البسيط في سنجار، ليس قرارات سياسية بعيدة عن معلومات أو مشاكل المنطقة. وأهلا وسهلا. الشيخ عبد علي صالح عبد البياتي، أحد شيوخ وجهاء محافظة نينوى، رئيس مجلس وجهاء مثقفي تركمان في سالينوى. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كما تعلمون ويعلم الجميع بأن قضاء السنجار وأهالي قضاء السنجار معانوا من ولاية داعش من التهجير والاغتصاب والقتل والاختطاف. اليوم أبناء المكون الأيزيدي خاصة في قضاء السنجار يأملون من الحكومة العراقية إعطاء حقوقهم وإعطاء استرجاع أبسط حقوقهم من استرجاع المختطفين والإعطاء حقوقهم مادية ومعنوية، إلى أن نرى يوما بعد آخر وجود الاتفاقات حقيقة في غرف مظلمة. نحن كأهالي سهل نينوى وكأبناء الأقليات في محافظة نينوى نطالب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بأن جميع الاتفاقات يجب أن يعرض على شارع في قضاء السنجار وبقية النواحي التابعة له، لكون أهالي هم المعنيين بأي اتفاقية تبرم بين أربيل وبغداد. كثير من الاتفاقات حقيقة أخفقت ولم تجني ثمارها، كون أن المكونات المتواجدة في قضاء الحمداني رفضوا هذه الاتفاقية كون لا يلبي أبسط طموحاتهم واحتياجاتهم. نطالب كما قلت جميع المعنيين والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي عن أي اتفاقية تبرم خاصة في قضاء السنجار ومعاناة أهل السنجار أن يعرض على الشارع في قضاء السنجار. ونطالب الجميع عدم متاجرة بدماء الشهداء وعدم متاجرة بالسبايا والمختطفات والمختطفين من الأقليات عامة ومن المكون اليزيدي خاصة. فلاح الخطابي، عضو تحالف أقليات عراقية.